أبو عبيدة كنتمنى أنك تدمر تل أبيب، وإننا نتعلم منك الشجاعة. النصر قادم إن شاء الله. عسكسل أبو عبيدة عيطلع آلاف أبو عبيدة. ونفس القاضي والتشريع وإكبار القضية ونرفع شارة الانتصار ونرفع شارة الانتصار. أقول لأبي عبيدة بارك الله فيك وسدد خطاك، ويا ليتنا نلد أبناء مثلهم ليكونوا سببا في نصر هذه الأمة إن شاء الله تعالى، وسيكون النصر قادم إن شاء الله، وهذه بداية النصر. أبو عبيدة كنتمنى أنك تدمر تل أبيب، بهالكلمة دمر تل أبيب. وبالنسبة للقدوة ديالنا في هذا الجهاد السيد أبو عبيدة، كنبغي نقول له كما قال الله الرسول والصحابة ديالو: اصبروا وصابروا وأنتم الأعلون. إن شاء الله الله يوفقوا والله يثبتوا، وحنا معاه إن شاء الله. أقول لأبو عبيدة: وفقك الله عز وجل وسدد خطاك ونصرك على من عاداك، واللهم وفقه وسدد خطاه وسدد رميهم جميعا. وأقول له: أكمل وإننا نتعلم منك الشجاعة، نتعلم منك العفة، ونتعلم منك الشجاعة، ونتعلم منك الرجولة التي فقدناها وفقدوها والدينا من زمان بسبب القمع. نبارك له اليوم على أنه حقق إعجاز بطولي، وأنه حقق إعجازا أخلاقيا. أصبحنا نتوق وننتظر خطاباته التي تزرع في نفوسنا الهمة وتزرع في نفوسنا الأمل في النصر. يعني هذا الشخصية المقاومة النضالية، يعني شعب غزة هو يناضل بالنيابة عن الأمة. نقول لهم اليوم يعني نبارك لهم شهاداتهم واصطفائهم، أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة واختارهم لهذه الرسالة النبيلة. نقول لهم: بوركتم وأنتم شعب عزة وشعب كرامة، وإن شاء الله غزة تنتصر وفلسطين سترجع وسنوصل إلى القدس جميعا إن شاء الله. بالنسبة لأبو عبيدة كنبغيو نوصلوا لواحد الرسالة اللي هي التحية وإجلال وإكبار من هذه الشخصية هذه، اللي أبو عبيدة ما بقاش شخص، رجع رمز ورجع ولينا نفترض. يعني دابا اسرائيل كتقول انها باغيه تغتال يحيى السنوار، ويعني قاده حركه حماس من بين يعني يحيى السنوار، محمد الضيف، ابو عبيده. هادو رموز، هادو ما بقاوش شي اشخاص. هادو راه تقتل يحيى السنوار عيطلع عشرات ديال يحيى السنوار، تقتل ابو عبيده عيطلع الاف ابو عبيده. الامه الاسلاميه ما بقاش فيها ابو عبيده واحد، وكاملين بين ابو عبيده. وان شاء الله يا ربي كما قال الشهيد أحمد ياسين: زوال دولة إسرائيل، قال هو في 2027 إن شاء الله زوال دولة إسرائيل سيكون في هذا العام. بداية من هذا العام ستكون زوال دولة إسرائيل، وحاشا لله أن تكون دولة. شلة من الأنذال استوطنوا تلك الأرض المقدسة، وقريبا إن شاء الله سيكون زوال الكيان الصهيوني في الديار المقدسة، وإن شاء الله نمشي ونصلي في المسجد الأقصى.